عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله جبت باش نقاسم معكم بعض المشتريات اللي شريتهم. كما نعرفوا الفورير هاد الفتره هو داير طوندونس، هو داير حاله وشغل كاين بزاف اللي صنعوا العرائس اللي بداو معاهم في جهازهم لينا بفورير، وكاين ثاني المخدات تاع لي جيتي هذوك مخدومين بالفورير او لا مخدومين بهذا القماش. انا صراحه ما نعرفش هذا القماش كيفاه واش اسمه، ولكن يجي هكا فيه هذا العدس، شغل القماش تاعو جاي على شكل عدس. المهم حبيت نوريكم واش نقاسم معاكم واش شريت واش الفكره اللي راح نديرها او واش الخطوه او العمل اللي راح نديرو بهذا القماش. اول حاجه شريت هذا القماش، هذا راه يدير 340 في لو متر. بصح كاين نوعين من القماش، كاين هذا اللي القماش تاعو يجيك شغل الشعر تاعو هابط، ماشي غزير، ماشي غازر، شغل غازي زعما ماشي كبير كيما هذا. شوفوا هذا القماش تاعو كيفاش كبير، شوفوا. وكاين هذا الشعر تاعو نورمال ولكن ملمس فريمون ناعم، روعه حنين. المهم انا شريت من هذا، شريت فقط ربع متر، باسكو هذا راح ندير به جوست لي نابرون سوا كور ولا قلب ولا ندير. المهم الشغاله اللي راح نديرها بها راح نصورها معكم، راح نقسمها معكم. هذا شريت فقط ربع متر، الطول تاعو او العرض تاعو 202 متر 60. هذا العرض تاعو 2 متر 60. شوفوا شحال كبير، شوفوا العرض تاعو شحال كبير، 2 متر 60. وهذا شريت منه نصف متر، المتر تاعو 340 لو متر، شريت فقط نصف متر. شوفوا شحال كميه كبيره. هذه تقدر دير لنا زوج تاع المخدات، زوج تاع لي جوتي، وهي دوره. سينو تقدر دير لك 4 تاع المخايد لي جوتي، 4. شوفوا شحال كبير. هذه فقط نصف متر، شوفوا شحال كميه مليحه، لاباس بها. وهذا في المخده راح ندير في لي جوتي، راح ندير لافاس الجهه ندير بالفورير، والجهه الاخرى شريت له ساتان، شريت له لا ميم كولور. في الاول كنت راح نشري له السكاي، هذاك القماش تاع السكاي جد ولا فودا، مي معليش حبيت نديرها بالساتان، عجبني لا كولور تاعو مع اللون تاع الفورير. هذا ثاني شريت له نصف متر. وشريت ثاني هذا القماش، هذا ثاني راهم يديروا به لي جوتي، شغل تقدري ديكوري بهم سيجور وين تقعدي ولا في لا شامبر كوشي ولا في، المهم تقدري ديريهم في اي بلاصه تحبيها. هذا القماش هذا 240 لو متر، هذا غالي بارابور على هذا رخيص، باسكو انا ما نعرفش اسم تاع كل واحد فيهم، ولكن هذا فيه هنايا شغل هنايا ديفيرون على هذاك شغل تحسي العقاش ديريكتومون مخيط على الفينه على هذا القماش هذا. ولكن هذا شغل فيها انا ما نعرفش مهم اسم القماش. فوالا ها هو ان شاء الله يكون يبان لكم. فوالا هذا 240 لو متر، وهذا 70,000 لو متر. هذا ثاني شريت منه، هذا شريت منه نصف متر او ربع، والله ما شفيت ليسونسيال، وقيلا نصف متر شريتها من هذا. وهذا ثاني شريت منه هكا. وشريت له هذا، شريت له ساعه باش نديرو في الوجه الاخر تاع لي جوتي. فوالا. وهذا شريت له هذا، عجبوني هاد لي كولور، حبيت نكاسي بهم حبيت نكاسي مع لي كولور هذا مع بعضها، ما حبيتش ندير لون واحد. فوالا. المهم راح نوري لكم واش هي الاشغال اللي راح نديرها بهم. راح نحتاجو مقص، نحتاجو ماركور، نحتاجو هذه باش نعبر بها. انا ما عنديش المتر اللي يعبروا بها تاع الخياطه، انا صراحه ندوز الخياطه ما عندي مع حتى علاقه. ولا راح نعبر على هاد الجوتي، هذه كانت ديجا عندي،
هذه راح نعبر عليها ديريكتومون. هذه فيها 30 فيها 40. هذه فيها 40 سنتيمتر على 40. فيها 40 على 40 كاري. صافي راح نستعمل هذه. نزيد شويه برك، نخلي غير شويه زياده باش اونكاو نخيطها حتى تتزير صافي تجيني سواسوا. هكذا نزيد غير 1 سنتيمتر خملنا، 1 سنتيمتر خملنا. فوالا درت هنايا خط هكا، درت هنايا هكا. نقصص هذا وهذا. شوفوا الطريقه باش نقطعوا الفرول كيفاش، باش ما يتقطعناش هاد الشعيرات هادو اللي تجي خارجه من الخده. هاد الزوائد لازم نقطعوا فقط هاد القماش هذا فقط. انا بيعرفكم من الاحسن يكون موس. لا هي اللي تقطعي بها فاسيلمون، ولا الكيتور. انا كون ما عنديش دوزان تاع الاخر راح نسيي نقطع غير بالعقل. فوالا نسيي نقطع غير هذا القماش اللي برا، غير هذا فقط. هذا تشوفوا راني نقطع غير في القماش هذا اللي برا، مانيش نقطع في الشعر. هذا الشعر ما يتقطعناش، هذا كي نخدموا الخيطه ما يتقطعناش. فوالا من بعد نحرقوا هاد البلاصه ونقطعناه باش ما يطيرناش هذا الشعر. شوفوا كي نقطعوها كيفاش يتقطعنا. غير هذا القماش فقط، هذا يبقى لنا هكا خارج. من بعد دوك نحرقوا هذا الكوتي كامل.
فوالا يعني قطعت الساتان، قطعته على حسب قد القماش هذا. بون دوكا راح نقلب الكوتي الدخلاني هذا، نديرلو هذا بالمقلوب هكذا. هكذا راح نديرها ونحكمها بلي زيبان. ما حكمتهم كامل بلي زيبان، سي دخلت هذاك الشعر تري بيان باش كي نخيط ما يخرجليش برا. وحبيت ندير لها هاد لا سانتور، هاد لا سانتور نديرها في ان كوتي من لي كوتي، من لي كاتر كوتي. انا ما عنديش صراحه الماشينه، مي راح نسيي نخيطها بالعقل بالبرا والخيط. خيطت لا كولور غريز كيما الساتان اللي عندي، ونسيي نخيطها ونوريكم النتيجه النهائيه. وبالنسبه لهذا القماش لا ميم شوز، هنايا درت 45 سنتيمتر على 45، هنايا حبيت نديرها شويه كبيره على هاد على لي جوتي الاولين تاع الفورير، ومن بعد نخيطها بالعقل في الطرف وندير لها سلسله في واحد من لي كوتي. فوالا كي نخيطها راح نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. وهنايا تاني درت نفس الشيء بالنسبه لهذا القماش، خليت شويه الساتان كبير على القماش هذا باش كي نخيطو معليش هاد لو غاست يجيني من الداخل نورمال. فوالا هذه هي المخده اللي خيطتها بيدي. في الاول فرحت بها بزاف، حسيت روحي كشغل درت انجاز صراحه. هذه اول مخده خيطتها في حياتي، ومن بعد فينالمون ما عجبتنيش لا فينيسيون، كانت بزاف عيانه صافي، كانت باينه بلي الخياطه تاع اليد. ميم لا فيرميتور ما جبتهاش سوا عوجتها شويه بصح معليش ليسونسيال سييت. ومن بعد صراحه حليتها وديتهم كاريمون للخياطه، كامل القماش وكامل لي جوتي هذوك اللي خدمتهم ديتهم للخياطه. فوالا شوفوا لا فينيسيون تاعها كيفاش باينه، هايله يعطيها الصحه. هذه هي كل واحد وخدمته. شوفوا كيفاش ما عطاتني نصائح، دارت لي لا كولور تاع لا فيرميتور، دارت لي شاك كولور دارت لي لا فيرميتور تاعها كيف. فوالا ميم هذيك الجوتي تاع الفورور عطاتني نصيحه، قالت لي الفو با نديرو لا فيرميتور بليتو، الفو با نديروها في الطرف باسكو قالت لي العدو تاع السنسله هو الشعر هذاك، اشاك فوا نحلها باللحه يبقى يدخل لي فيها الشعر هذاك تاع الفرو، فينالمون تخسر لي صافي دارتها لي هكا في الوسط. شوفوا كيف جات بزاف شابه يعطيها الصحه. وتاني بالنسبه لهاد الغوز تاني دارت لي لا كولور لا ميم كولور كو لا فيرميتور، درتها لي غوز. فوالا شوفوا كيفاش جاو هايلين، وصراحه باقل ثمن، يعني كنت روحي تشري هاد لي جوتي تاع الفرو بزاف غاليين، وقيله 150 الف ولا ما على باليش شحال. باغ كونطخ كي تشري في الدار القماش وتخيطيهم وحدك حتى الخياطه ما تستقامش غاليه. وهذا لو غاست بقى لي درت هاك شغل ناب باسكو ما بقاليش ساتان كان ديجا خلاص لي، الوغ استعملتها كوم اون ناب وخلاص. فوالا شوفوا ابخي ما عمرتهم كيفاش جاو هايلين، الملمس تاعهم بزاف حنين روعه. مام يزيدوا ديكور في الدار، يعني كي تكون الدار هكا سامبل تحسي بلي ما فيهاش حياه ما فيهاش روح، تحسي هاك شغل صامته. مي هاد لي جوتي ولا غير يغيروا الديكور ويزيدوا منظر بزاف رائع. المهم ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم، تكون عجبتكم. وهذه اول مره ندير اشغال يدويه في الدار، وحبيت نتقاسم معكم ونشارك معكم هذه التجربه. وبالنسبه لهذا النوع من الفرو خليتهم مازال ما خدمتهمش، خليت هاك شغل شومان دو تابل، ومن بعد راح ندير بها دي نابرون، وثاني راح نتقاسم معكم نفس العمل.
المهم شكرا على مشاهدة الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وما يكونش طويل عليكم بزاف.